كلهم فاكرين الجحيم تحت الأرض، بس الحقيقة الجحيم كان جوه البيت من أول يوم. وفاكرين إن بنتهم اختفت، لكن الحقيقة بنتها كانت بتعد درجات السلم للجحيم. وفاكرين إن البيت ده هيبقى بداية جديدة، طلع هو نهاية كل حاجة. كل حاجة بدأت لما عيلة بسيطة قررت تسيب المدينة وتشتري بيت ريفي قديم شكله مهجور، بعيد عن المدينة، شكله قديم كأنه الزمن وقف فيه. بتنتقل عيلة صغيرة كانت بتحاول تبدأ من جديد. كيري الأم كانت متفائلة جدا، شايفة إن ده بيت الأحلام، وخصوصا بعد سنين تعب وشغل. لكن إيلي بنتها المراهقة كان عندها إحساس غريب، إحساس بالخوف والرفض، إحساس إنها دخلت مكان مش طبيعي. من أول يوم وهي مش طايقة البيت، كل حاجة فيه كانت قديمة، الصور، اللوحات، الحيطان، وحتى ريحة الجو. حاولت كاري تهون عليها، تضحك تفرجها على تفاصيل البيت، بس البنت كانت مش مرتاحة خالص. وأخوها الصغير ستيف كان بالعكس فرحان جدا، أخيراً عنده أوضة لوحده. لكن البداية الغريبة حصلت لما إيلي نزلت تشوف البدروم مع أبوها براين. الباب اتقفل وراها فجأة، وفضلت تصرخ وتعيط، حست إنها اتحبست في مكان مش عايزها تخرج تاني. براين قدر يفتح الباب بالمفتاح، وإيلي طلعت مرعوبة، راحت على أوضتها وسابت كل حاجة وراها. تاني يوم كاري طلبت منها تخلي بالها من أخوها لأنهم مضطرين يروحوا الشغل، ووعدوها إنهم هيرجعوا بسرعة. إيلي ما كانش عاجبها الوضع، وخصوصاً إنها مضطرة تقعد في بيت مش مرتاحة فيه. الليل جه والبيت بقى ساكت، ساكت لدرجة مخيفة. ستيف حاول يهزر معاها ولبس قناع غريب على شكل جمجمة خروف، وقال لها إنه لقاه في دولاب جوه حيطة غريبة في البيت. أخدها هناك ووراها مكان أشبه بالمخزن، فيه حاجات قديمة وأساطير وجراموفون. حطوا الاسطوانة وطلع صوت راجل بيقول ألغاز وكلام مش مفهوم ومعادلة رياضية غريبة. الجو اتقلب، فجأة الكهرباء قطعت والدنيا بقت ضلمة. إيلي اتصلت بأمها وهي مرعوبة، قالت لها تنزل البدروم وتشوف سكينة الكهرباء. بدأت تعد درجات السلم واحدة ورا التانية، المفروض يكونوا 10، لكن إيلي فضلت تعد 11، 12، 20، 30، والخط اتقطع. كيري أول ما الخط وقع حست إن بنتها في خطر. رجعت مع جوزها بسرعة، دخلوا البيت، فتحوا الكهرباء، لكن إيلي اختفت. مش موجودة في أي أوضة، لا في البدروم ولا في الجنينة ولا في الشارع، كأن الأرض بتلعتها. الشرطة جت، بس ما خدوش الموضوع بجد. قالوا إن دي حالات بتحصل كتير مع المراهقين، ممكن تكون راحت عند صحابها. كيري رفضت التصديق، بدأت تدور بنفسها، توزع منشورات، تسأل صحاب بنتها، تراجع كاميرات الشوارع. مفيش أي أثر. حتى شبكات التواصل بين إنها كانت بتتعرض لتنمر قاسي من زمايلها. الشكوك بدأت تتجه ناحية الانتحار، لكن كيري قلبها مش قابل الفكرة. قررت تنزل بنفسها البدروم، ومعاها كشاف بالأشعة فوق البنفسجية. وهناك بدأت تكتشف إن المكان ده مش بدروم عادي. درجات كتير أكتر من الطبيعي، رموز غريبة محفورة على الأرض، رسومات مرعبة، كلام مش مفهوم، ومعادلة محفورة في الأرض. وكل ما تمشي جوه تلاقي علامات أكتر. راحت للشرطة، قالوا لها دي رسومات عيال، بس هي كانت متأكدة في حاجة شيطانية في البيت. دورت على صاحب البيت القديم ولقيت إن العيلة اللي كانت ساكنة قبلهم اختفوا بالكامل. مفيش غير بنت اسمها روز هي اللي فضلت، وكانت عايشة في دور مسنين. راحت لها والست قالت لها كلام يخوف. أبويا كان عالم، حاول يتواصل مع كائن شيطاني علشان ينقذ أخوه، بس جاب الجحيم نفسه. البيت مش مسكون، البيت بوابة، والجحيم مش في البدروم، الجحيم هو البيت كله. وأثناء ما كيري بتحاول تفهم، ستيف ابنها كان بيلعب بطيارته، والطيارة دخلت البدروم، نزل وراها واختفى. سمعوا صوته من جوه بيعد، لقوه مرمي، جسمه سخن، عليه رموز غريبة. وفي لحظة براين جوزها بيتشنج وبدأ يعد هو كمان 3، 2، 1، وقال الشيطان وصل. النور قطع، المخلوق ظهر، وكاري جريت، استخبت،
ونزلت البدروم تدور على بنتها. دخلت نفق شكله ملوش نهاية، مشيت وهي حاسة إن الوقت مش بيعدي وكأنها نزلت في بعد تاني. لقت إيلي هناك وسط أجساد شبه ميتة وشوشهم باهتة. مسكت إيد بنتها وجرت بيها تهرب. رجعوا بالعافية، قفلوا الباب، بس كيري عرفت إن مفيش خلاص. الكشاف اللي وقع منها وهي جوه الجحيم رجع تاني قدام باب البيت. عرفت إن البيت خلاص اتحول، مش هيخرجوا منه، لأنه مش بيت، ده فخ معمول له بأيدين بشر حاولوا يتحدوا قوانين الطبيعة. العبرة من الفيلم فيه بيوت ما ينفعش نسكنها، أماكن اتبنت علشان تفتح أبواب لعوالم تانية. الجحيم مش دايما تحت الأرض، ساعات بيكون حواليك وسط الحيطان. وبيبصلك وانت نايم. لو مستني حاجة تكسر الدنيا، ما تنساش تشترك في قناة مامو أفلام. هنا كل الجديد بأسلوب غير عادي.